المعتادة. بسم الله، وش في خير؟ بصراحة كنت وقتها مسوية اكس فريزنج، تجميد بويضات، واكيد خرجت الفنانة السعودية أسيل عمران عن صمتها للرد بصراحة وقوة على الشائعات التي انتشرت طوال الفترة الماضية حول سبب انتفاخ وجهها وخضوعها لإجراءات أو عمليات تجميلية، كما اعتقد البعض، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من التعليقات السلبية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أوضحت أسيل عمران في مقطع فيديو نشرته عبر سناب شات أن انتفاخ وجهها لم يكن بسبب عمليات التجميل، بل نتيجة خضوعها لإجراء طبي لتجميد البويضات. بسم الله، وش في خير؟ بصراحة كنت وقتها مسوية اكس فريزنج، تجميد بويضات، شرحت أسيل عمران الأمر، مشيرة إلى أن الإجراء يتطلب تناول كميات كبيرة من الهرمونات، مما أدى إلى تغير بسيط في ملامحها وظهورها بوجه منتفخ خلال الأيام الماضية، كما كشفت عن بعض التعليقات السلبية التي تلقتها من أشخاص اعتقدوا أنها خضعت لعملية تجميل. وقتها جتني تعليقات زي وجهك قبل أحلى، وجع كلكم صرتوا تشبهوا بعض، رجعي وجهك